اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بصوا بقى نخش المطبخ النهارده، هنعمل احلى تتبيله، وهقول لكم السر الخطير اللي هيطلع لكم الحواوشي بالطريقه اللي هتشوفوها معايا في اخر الفيديو. بصي بقى، هنجيب نص كيلو صدور فراخ وهننزل في الكبه يا حبيبه اختك، قطعيهم كده وانزلي فيهم في الكبه. هتعملي الحواوشي بالفراخ يا شهرزاد؟ اه هنعمله بالفراخ، وكمان نحط 100 جرام ليا على نص كيلو صدور الفراخ. وهنحط التوابل فلفل اسود وكمون وبهارات وحواوشي وبهارات فراخ، وهنحطهم بودر، وكل ده مع بعضه واضربيه قلب اختك في قلب الكبه. بصوا بقى، اهم حاجه في السر الخطير في تتبيله الحواوشي، تحطي 100 جرام ليا على قلب الفراخ، او حتى لو بتعمليه باللحمه برضو حطي ليا على اللحمه. بصوا مش قادره اقول لكم على ريحه التتبيله وهو ني كده، خطيره خطيره بجد ولا غلطه. بصوا انا كده ايه، عملت الفراخ بالتتبيله كده. هنعمل بقى التتبيله التانية اللي هي البصل والفلفل، وهنعمل برضو ايه، التوابل دلوقتي هنحطها كلها عليها. بس ايه، جمعي قلب اختك كده وركزي مع شهرزاد عشان نوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. بصي، حطينا قرنين فلفل خضر وقرنين فلفل سبايسي، بس انا بصراحه ما كانش عندي رومي، بعت جبت والواد جابه في الاخر. هضربه دلوقتي معاكم وهتشوفوه اهو. اول حاجه رحت كاشفه تاني الكبه وحطيت فيها الفلفل الالوان. يبقى انا كده عملت قرن فلفل سبايسي وقرن فلفل اخضر ونص قرن فلفل احمر الوان ونص قرن فلفل اصفر الوان. وحطي بقى كل ده في الكبه واضربيه، وانزلي على قلب الكفته اللي احنا عملناها او الحواوشي اللي احنا عملناه بالفراخ. بصي احنا عايزينها كده تكون خشنه شويه، مجروشه كده، ما تكونش ناعمه خالص عشان ما تجيبش الميه بتاعتها يا قلب اختك. وانزلي عليها كمان بنص معلقه بيكنج باودر، بيكنج باودر، ايوه كده، ركزي يا شهرزاد مالك. وقلبي الخلطه دي كلها في بعضها كده يا قلب اختك. اهم حاجه في البصله اللي هتضربها في الكبه تكون خشنه شويه، ما تكونش ناعمه قوي لدرجه انها تجيب الميه بتاعتها. وقلبي كل ده في بعضه وسيبيه في التلاجة بقى يشمح كده مع نفسه حوالي ايه، ربع ساعه. وجبنا العيش بقى بتاعنا كده يا حبيبه اختك، العيش البلدي الخطير اللي بالرده. عايزه تعمليه بالعيش التاني عادي شغال برضو مفيش مشكله، بس انا عشان اوفر جبت عيش الرده، وقلت ايه بيبقى منه حلو ومقرمش وجميل. هتعمليه النهارده يا شهرزاد، هنحشيه مع بعض بقى كده. وهتشوفوا دلوقتي يا قلب اختكم، نص كيلو صدور الفراخ هيعمل 9 ترغيفه حواوشي. تمام. رغيف الحوش ده احنا بنشتريه من بره ب 40 جنيه، ب 40 جنيه. تمام. بس مش قادره اقول لكم، وكفايه كمان النظافه في البيت وبتعمليه بطريقه حلوه، وبتحطي اللي انت عايزاه كمان في قلب الخلطه اللي بتاعت الحواوشي. بصوا اهم حاجه السر، حطي بس 100 جرام اللي في قلب الفراخ او اللحمه، سواء تعمليه باللحمه او بالفراخ، خطير. بصوا بقى، صلوا على النبي والوصل لحد هنا مع شهرزاد. انا اختكم ودي قناتي وعلى راسي كلكم يا اخواتي. حطوا لي الكومنت والسبسكرايب، واهم حاجه اللايك يا اخواتي، والكومنت برضو اللي بيشجعني وبيخليني اعمل لكم الفيديو الجديد. حبايب بصوا، ابني واقف قدامي وعمال يقول لي يا ماما عايزه اصور معاكي الحواوشي، وانا قلت له لا مش هنصور، مش هتصور، انا اللي بصور. بصوا كان فات حته في الاخر، رحت حطها في نص رغيف، قطعت نص رغيف ورحت حاطه ايه عشان ما يبقاش رغيف ما فيهوش لحم كتير يعني. صرفي نفسك يا قلب اختك، الاكلات دي اكلات الصيف، اكلات الصيف، عشان ما تاخديش وقت. ما خدتش معايا ربع ساعه في المطبخ، والله بكلمك بجد، ربع ساعه تكوني خلصتي الحواوشي. بصوا بقى، اول حاجه بوريكم ايه، جبت الطاسه وحطيتها على النار وحطيت فيها شويه زيت، وهنعمل الحواوشي هنحمره على وش البوتاجاز. ممكن تحطيه في الفرن يا قلب اختك، بس انا بصراحه استعجلت. وبيني وبينكم، لما بتعمليه كده في الطاسه بيبقى ناشف عن الفرن. الفرن بيطلع لك رغيف الحواوشي طري، وانا بصراحه اولادي بيحبوه ناشف، فانا اضطريت ان انا اعمله كده. بس عادي، انت عايزه تحطيه في الفرن حطيه في صاج، ويا دوبك اعمليه معلش بقى انا شرقت. اعمليه بالفرشه كده، يا دوبك زيت او سمنه بلدي ودخليه الفرن وسيبيه يحمر براحته. بصوا الرغيف كان ولا غلطه ولا غلطه، مش قادره اقول لكم، كانت ريحته ريحه الحواوشي جايبه اخر الشارع، بجد بجد تحفه. جربيه بالطريقه دي زي شهرزاد كده. هتدعي لي في الاخر وتقولي تسلم ايدك يا شهرزاد، وترجعي لي في الكومنتات وتقولي لي بجد بجد قناتك مميزه يا شهرزاد. حبايب قلبي، ربنا يخليكم ليا ويدومكم معايا دايما، ودايما ترفعوني ودايما تدعموني يا حبايب قلبي. بس اهم حاجه بالله عليكم استحلفتكم بالله تحطوا اللايك، اللايك يا اخواتي. بصوا ده انك كل شويه تقلبي كده على الوش، تقلبي على الوش التاني لحد ما يحمر. بصوا كان شكله تحفه وكان طعمه خطير، والله بجد. الواد خد الرغيف مني وقال لي لازم اكل. وشويه مخلل كده يا قلب اختك بقى، لو في طحينه بقى كده كمان، بس انا بصراحه ما عملتش.
ولا غلطه، والطعم خطير وناشف جدا جدا، مش قادره اقول لك جربيه بالطريقه دي. حلو. وما خدش معايا ربع ساعه في المطبخ وخلصته على طول. والولاد كلوا، بصوا كانوا كلهم عايزين ينتشوا مني الاكل من ورا الكاميرا. ولا كانت ريحته خطيره. بجد بجد جربيه كده يا حبيبه اختك، واوعي تنسي اللايك والسبسكرايب لشهرزاد. ودي قناتي وانا اختكم حبايبي في الله. يلا يا حبايب قلبي، استودعكم مع الله واشوفكم في فيديو جديد، ويا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم وعجبكم، وباي باي.